غلاء، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هيكون عن كل حاجه جربتها من كارينا ورايي فيها. الفيديو ده مش دعايه زيه زي الفيديوهات التانية اللي عملناها، مش دعايه خالص، كلهم مش دعايه، كلهم بناء على تجربتي الشخصيه. ده ريفيو، تمام؟ ليه بعمل الفيديوهات دي؟ علشان نشجع بلدنا، اختصار نشجع المنتج المصري. يلا بينا نبدأ باللبس. اللي عايزة اوريكم اجدد حاجة انا جبتها يعني من كارينا. جبت التونيك ده. بصوا هو يعتبر فستان يعني لغير المحجبات، بس هو حاجة طويلة قوي قوي كده، وهو لونين واللونين هاديين، لون بيج وظهره كشمير. جيب من هنا لونه كشمير او بينكش نيود شوية. قماشته حلوة جدا جدا جدا، قماشته طرية. بس هو يعني عارفين لو كان بكم كان يبقى 100 الصراحة. يعني هو تلت كم كده، فلازم تلبسي تحتيه حاجة علشان هو واسع. انا طبعا بلبس تحتيه شيميز يكون نفس اللون الكافيه ده او البيج ده. يعني عملت له تنسيق هادي كده وشياكة في نفسه كده. مش فاكرة اذا كنت نزلته على اليوتيوب ولا لا، بس هو موجود على الانستجرام بتاعي. فين هتلاقوه؟ تحت في الكومنت المثبت اللي موجود تحت الفيديو. تاني حاجة جبتها الصيف ده هو الكارديجان ده. بصوا هو لأول وهلة كده لما تشوفوه هتحسوا ان هو مشجر قوي، هو مشجر جدا طبعا، وهتحسوا مش عارفين تجيبوه ولا لا. بس انا علشان معظم لبسي سادة، فقلت ان انا اجيب تاتش كده مبهجة كده. برضو نسقته بطريقة يعني لذيذة جدا على الانستجرام لو حابين تشوفوا. معرفش اسم القماشه، بس هي طريه كده، مش بتحتاج تكوي. عارفين الحاجات دي بتبقى التاني بيحتاج يكوي الصراحه، لكن ده بيحتاجش يكوي. وانا معرفش الصيف ده مالي يعني بقى 70% من لبسي كارديجنز، حاجات مفتوحه، فده بيحتاج تحتيه طبعا بيزك. الاحلى ان احنا نلبس بيزك تي شيرت من ان احنا نلبس شيميز. زمان كنت لما على الكارديجنز بلبس شيميز، فبيبقى الزراير كده، فبيبقى فيه ميكس مش حلو ما بين الكاجوال وما بين الكلاسيك. ستايلي يعتبر معظمه كاجوال. مش بلبس فيمينين كتير، يعني مش بلبس فساتين وحاجات كده كتير. مش بلبس كلاسيك تقريبا، يعني غير 1% من حياتي فمعظم ستايلي كاجوال. لقيت ان انتي تلبسي تحتيه بيزك تي شيرت بيبقى اشيك بكتير. ومن احلى البيزك تي شيرت اللي انا جبتها كان من كارينا. ده احلى بيزك تي شيرت انا جبته. بصوا قماشته طريه جدا. البيزك تي شيرت برضو بتبقى انواع، في حاجات بتبقى قطن، في حاجات بتبقى فيها سنه فيسكوز او سنه ليكرا. ده في سنه ليكرا بس مش بتلزق في الجسم. بجيب منه المقاس الواسع عشان يبقى واسع من تحت، ما بيحررنيش خالص بكم. بس انا هو كان كم واسع شويه، فانا يعني خليت الكم على قدي عشان يدي احساس كده ان هو كأنه بادي، بس هو مش بادي ومش محررني. هقولكوا واوريكوا. سعره حلو برضو، كان تقريبا ب 400 جنيه، فيعتبر سعره حلو. يعني بصوا انا ضيقت الكم سنه، برضو واسع. هو كان كمه كبير كده، فكان شكله مش شياكه قوي، فانا ضيقت الكم عند الترزي عادي جدا. فبجد البيزك ده نفع معايا جدا الصيف ده على الحاجات دي. ليه بقى؟ لان الكارديجان الوانه كتير ويعتبر هيصه شويه. مش هينفع البس لون ابيض، بيزك تي شيرت ابيض زي ده كده، مش هينفع البس بيزك اسود، فمحتاجين بيزك يكون لونه نيوترال او بيج كده زي ده. فلما تلبسيه من تحت مش هيبقى عليه العين، ولكن في نفس الوقت هو قطعه مهمه جدا. هدي الدنيا من تحت، بنخليها بيزك خالص، يعني نيوترال كده، مش ملفته للنظر. وبيبقى الكارديجان هو الستيتمنت بيز، او هو القطعه اللي عليها العين. وبنلبس طرحه بقى ساده عشان نكمل اللوك. من القطع اللي دخلت البهجة على دولابي وعلى الصيف ده الحقيقة. اكتر مكان بجيب منه بنطلونات جينز هو كارينا، والبنطلونات الجينز في كارينا حلوة جدا جدا جدا، وبتعيش كتير قوي قوي قوي. بصوا البنطلون ده انا اتسالت عليه كتير قوي، يعني كل ما البسه حد يقول لي البنطلون ده جايباه منين، البنطلون ده جايباه منين. اللي هو بيبقى استك كده من تحت واستك من فوق. بحب الستايل ده قوي لان هو عملي، وكمان الاستك ما بيديكيش احساس الزرار اللي هو بيبقى باين كده من اللبس، وسهل جدا في اللبس وسريع وكل حاجه. برضو البنطلونات الملونه دي، هو مش جينز ومش كتان، اسمها ايه؟ انا بنسى اسامي القماش. اسمها جبردين افتكرت.
عارفين اول ما جبته انا جبت البنطلون ده كان فيه عرض 2 وواحدة مجانا. البنطلونات داخله في العرض فجبت في العرض ده بنطلونات. فبرضو معلومه يعني في النص كده من ضمن الرغي، استغلوا العروض اكيد، يعني اكيد استغلوا العروض. وحاليا في عروض حاليا كده في شهر 9 وانا بتكلم دلوقتي في عروض، كان باي 2 جيت 1 ومره، وحاليا تقريبا في اوفر اب تو 60% او يعني سيل 60%. البنطلون ده برضه عملت له ستايلينج اول ما جبته كده وكنت مش فاهمه انا هلبسه على ايه، ده الجبردين ده حاجه كلاسيك قوي ومش ستايلي انا الكلاسيك، بس عملت له ستايل كده يعني خليته فيه سنه الكاجواله اللي انا دايما بحب ان هي تبقى موجوده في لبسي. مشته حلوه قوي في الصيف وفي الشتاء عادي، يعني ممكن تلبسيه في الشتاء، بس انا بحب ده اكتر في الصيف. اما ده صراحه هو تقيل جدا، فيعني في الصيف ممكن يحرركوا شويه، في الشتاء هتحبوه جدا جدا جدا. فده من الجنس اللي هو التقيل. واخر حاجه بقى جبتها اجدد حاجه تعتبر اللي هي البنطلون ده. كنت عايزه النقشه دي صراحه، قماشته ما عجبتنيش. هو قماشته خفيفه جدا 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 في الصيف، ولكن هي بتكرمش وبتكش مع الغسيل. لما تيجي تكوه بقى يتفرد تاني. ده كان سعره كام؟ كان سعره 599 600 جنيه. حلو بقى ده لو هتلبسوه مثلا ايه مع كارديجان يكون لونه من الالوان الصيف اللي طالعه اليومين دول، زي مثلا الاخضر او الفوشيا او الازرق، وطرحه سودا كده وبيزك ابيض، هيبقى هو الستيتمنت بيس، وفي نفس الوقت انتي لابسه يعني اون ترند. فانا شايفه انه انا ليه ستايل كده معين في دماغي لسه ما لبستوش. كده بالنسبه لللبس في كارينا الاسعار كلها بتتراوح ما بين الاسعار الجديده، يعني كلها بتتراوح ما بين 500 600 700. بس دلوقتي طبعا في عروض، استغلوا العروض. اي نعم انا من الناس اللي مش بتحب العروض قوي، لاني ما بلاقيش مقاسي، ما بلاقيش الحاجه اللي كانت معروضه اول الصيف، ما بلاقيش الحاجات الحلوه، بتلاقيها كلها خلصت. ولكن بتلاقي بقى القطعه اللي هي ايه، البيزكس، القطعه اللي انت محتاجاها. طبعا هما كالبيزكس الداخليه والبنطلونات نادرا ما بينزلوا عليها سيل، لان هم عارفين دي حاجه ملهاش موضه فبتعيش. ولكن برضو روحي واتفرجي ودوري، هتلاقي مثلا سيل على البيجامات، هتلاقي سيل على حاجه هتعجب. اشتروا بقى البيجامات القطن، ما تشتروش البيجامات الفسكوز، لان الفسكوز بيكش وبيكرمش وانتي مش هتقعدي تكوي. يعني البيجامه بالذات يعني يعني نادرا ما حد بيكوي بيجامه، يعني فالبيجامه بالذات يعني اختاري قماشه القطن العاديه، علشان هتزهقك بعد كده ان انتي كل ما تيجي تلبسيها لا محتاجه تكويها، فهتكسلي تلبسيها وهكذا. عذرا على صوت المروحه، انا مش هقدر اطفيها، الجو حر جدا في الاوضه دي. ندخل بقى على البيزكس. اول بيزكس وريته لكم على اللبس اللي هو ده، اللي هو بيتلبس على لبس الخروج، بيتلبس مع لبس الخروج وبيبقى هو باين. في بقى البيزكس اللي هي القطن زي ده كده، ده بقى قماشته قطن وفيها سنه ليكرا بس مختلفه عن القماشه التانية. ده نفس الكلام بيزك قطن، بس لو لابسه بلوزه او حاجه وعايزه اظبط شكل الجسم بلبسه تحت اللبس. وده برضو كان ب 400 جنيه. في بعد كده البيزكس اللي هي بتبقى مش بتبان في لبس الخروج، زي مثلا الحاجات دي، وانتي من النوع اللي بيعرق فالحاجه القط مش هتبقى مناسبه قوي معاكي. ليه؟ لان انتي لما تيجي تعرقي هيبان من هنا الكم او اللبس بتاعك، هيبان ان هو عرق بسرعه وهيحطك في موقف محرج. فانا من وجهه نظري ان انتي تلجئي بقى للحاجات اللي هي بتبقى كم بس تحت اللبس. هاتي مقاس، لو انتي مقاسك لارج، لو انتي مقاس لبسك الخارجي لارج هاتي مقاس ميديوم، لو انتي بتلبسي اكس لارج هاتي مقاس لارج. ليه؟ عشان تبقى ماسكه في جسمك، مش ماسكه بطريقه تضايقك، لان ده فيه نسبه ليكرا بيمط كم، هو اللي هياخد العرق، مش هيطلع ريحه. لو انتي بتعرقي جامد وفي ريحه عرق مش هيطلع ريحه لبره، مش هيبقى على لبسك من بره، وفي نفس الوقت هيظبط شكل جسمك وهيلم الجسم. فالحاجات دي بجد حلوه جدا 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 وعمليه قوي للمحجبات. في بعد كده اللي هي الباديهات اللي بتبقى زي كده. بحب الباديهات دي في الفتره اللي هي غريبه اللي احنا داخلين عليها دي، اللي هي ولا منها صيف ولا منها شتاء.
بتبقي مش عارفه تلبسي ايه. اللبس الشتوي بيحرر، واللبس الصيفي يعني الصبح بدري خصوصا بيبقى الجو ساقع شويه، فممكن حاجه زي كده نلبسها تدينا الاحساس بالدفى، وفي نفس الوقت هي قطن مش صوف، مش هتحررني للدرجه. بالنسبه لي البيزكس اللي تحت اللبس مهمه جدا جدا جدا، صيف وشتاء. بس كده هو ده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه، استفدتوا منه اي معلومه لو كانت بسيطه. قولوا لي حابين فكره الفيديوهات دي ولا لا. انا بحب ان انا يعني انوع في الفيديوهات، مش كله سكين كير سكين كير سكين كير. ف اعملوا لايك للفيديو، عشان اللايكس بتبين لي قد ايه الفيديو عجب الناس، قد ايه انا ممكن اعمل حاجه افكار تانية شبه كده ولا لا. شكرا ان سمعتوا الفيديو لحد الدقيقه دي. كان معكم آية سليمان، شكرا ليكم، سلام عليكم.